السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل كحك الشوفان الفاخر الناعم جدا بطريقة سهلة ومبسطة، وبإذن الله تكون في متناول الجميع. كمان هنحسب مع بعض سعراته الحرارية. تعالوا نشوف المقادير. محتاجين كوبايتين من دقيق الشوفان. أنا بجيب الشوفان اللي هو كامل الحبة وبطحنه في محضرة الطعام، بيديني الشكل الناعم من الشوفان. محتاجين معلقة صغيرة من الخميرة ممكن تكون خميرة فريش أو خميرة جافة، ومحتاجين معاها معلقة صغيرة من العسل الأبيض كبديل هايل للسكر مع الخميرة. محتاجين نص كوباية من السمنة، 3 معالق من الماء الدافي، معلقتين من السمسم المحمص الفاتح، نص كوباية من النشا. والنشا معانا هنا أساسية لأن هي أكتر حاجة بتخلي الكحك ناعم ودايب معانا، وكمان معلقة صغيرة من ريحة الكحك اللي احنا عملناها. الخطوة الأولى هنمزج الخميرة مع العسل الأبيض والمية الدافية لحد لما يبقى قوامهم سائل، وهنخليهم شوية على جنب يتفاعلوا. بعد كده هاخد السمنة أحطها على النار لحد لما تسخن كويس جدا، وفي الوقت ده هبدأ أحضر الخليط الجاف. حطينا دقيق الشوفان، السمسم، وحطينا معلقة صغيرة من ريحة الكحك، وحطيت معاه النشا. بعد كده نزلت عليهم بالسمنة السخنة، ولو عايزة كمان تعمليه على البارد ممكن تحطي في الوقت ده السمنة وهي باردة، مفيش مشكلة. بس الطعم بيطلع أحلى لما بتسخني السمنة الأول. بدأنا نمزج المكونات كلها مع بعضها، ومن خصائص الشوفان إن هو بيمتص السوائل والدهون بشكل سريع، فهنلاقي الشوفان شرب معانا كل السمنة وتكون معانا خليط شبه سائل. ما تقلقيش، هي هتلم معانا دلوقتي، فما تتسرعيش وتحطي مية أو تحطي سمنة تاني، مش محتاجين أبدا. هي المقادير يعني امشي عليها بالظبط، هتطلع معاكي إن شاء الله النتيجة كويسة جدا. يعني بإذن الله تاخدي المقادير وتطبقيها وانتي مغمضة عينك، هتطلع معاكي إن شاء الله النتيجة مرضية جدا. طبعا عشان السمنة سخنة لازم نسيب الخليط ده يبرد لمدة 5 دقايق، وبعد كده نحط الخميرة. ما الخليط برد بدأت أنزل بالخميرة، وشوفوا ازاي بقى هو شرب كل السوائل، وأصبح عندنا عجينة طرية لينة. ريحتها بجد تحفة من قبل ما تتخبز، ولا حتى نشكلها ولا أي حاجة. ريحتها جميلة جدا. بدأت أخدها الأول وأعمل منها على شكل كرات. الكرات بيكون بالحجم اللي احنا نحبه، يعني مثلا ممكن نعمل كرات صغيرة أو كرات كبيرة، ده طبعا بيرجع لذوقكم. بعد كده مرحلة الحشو. فاكرين بقى الحشوات اللي احنا عملناها مع بعض، العجمية والتمر والملبن؟ هنبتدي ناخد منهم قطعة كده صغيرة جوه الكحك عندنا. وبالمناسبة خليني أقول لكم على السعرات الحرارية اللي موجودة في الكحك. الكحكاية اللي بالشوفان اللي بتكون سادة بيكون فيها 80 سعر حراري، أما لو حطينا قطعة من الحشوة جواها فهتوصل تقريبا ل100 سعر حراري. بعد كده ابتديت أشكل الكحك. أنا هنا حبيت شوية أخرج عن الشكل المألوف اللي احنا دايما بنعمله ببصامة الكحك، وحبيت ان احنا نستخدم حاجات من البيت موجودة عندنا. فاستعنت بحاجات كتيرة جدا. افتحي كده درج المطبخ عندك، هتلاقي حاجات كتيرة جدا ممكن تقدري تستخدميها، زي الشوكة زي السكينة. يعني طرق بسيطة ومبسطة وموجودة في بيوتنا كلنا، وهتطلع معاكي أشكال أحلى من البصامة بكتير. ممكن كمان أي سباتولا عندك للمطبخ تبتدي تستخدميها، السكينة، الشوكة، بعض معالق الغرف الكبيرة، كلها تمشي معاكي كويس. وكمان ممكن تستخدمي أي غطا علبة صغيرة أو غطا إزازة أو أي غطا يكون موجود عندك، وتبتدي تعملي كده على الأطراف، هيطلع معاكي أشكال جميلة. وبعدين هاخده على فرن سخن على درجة حرارة 350 فahrenheit، أو لو احنا في البلاد العربية هنستخدم درجة حرارة من 180 ل 190. ياخد تقريبا في الفرن من 15 ل 20 دقيقة.
وده كان شكل كحكنا اللي كان بالشوفان، وصفة صحية وجميلة ومحسوبة السعرات، وهتقدري تاكلي منها أكتر شوية من الكحك اللي بالدقيق الأبيض. بإذن الله لسه معانا سلسلة جاية من باقي الفيديوهات اللي هتكون خاصة بحلويات العيد، انتظروني بإذن الله في فيديوهات تانية كتير، وأشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.